السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعًا لمّا نيجي نتكلم على يعني نقدر نسميه كورس المبيعات، أنا مش هادخل في تفاصيل كتير معاكم دلوقتي، يعني في البداية بالذات مش هادخل في تفاصيل كتير، يعني كل مرة هادخل أعمل إيه، أدّيك يعني زي ما بيقولوا تريكاية كده علشان ما حدش يمل، وفي نفس الوقت إيه، ناخد الحاجات المفيدة. تمام؟ بعدين بقى أنت بقى لمّا تطوّر نفسك أكتر وأكتر وأكتر، ندخل بقى في التفاصيل العميقة إن شاء الله. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ كل مره هناخد تريكايه. اول حاجه هتكلم فيها هي الحاجز النفسي. يبقى انا دلوقتي هتكلم على ايه؟ على الحاجز النفسي. ماله يا عم الحاجز النفسي؟ انا عايز اكسر الحاجز النفسي ده. اول ما ادخل او اول ما ابيع اي حاجه او اول ما اتعامل مع اي حد في الدنيا ما اعرفوش ما قابلتوش قبل كده، اكسر الحاجز النفسي ده. يعني ايه الحاجز النفسي؟ انت حد مثلا بتقابله لاول مره، سواء بقى بتبيع له حاجه، بتشتري منه حاجه، رايح له زياره، فانا عايز اكسر الحاجز النفسي. اعمل ايه؟ بكل بساطه، داخل مثلا لطبيب اطفال، فلقيت مثلا معلق العاب للاطفال ومعلق حاجات يعني حاجات للاطفال تجذبهم شويه. فانت ساعتها تعمل ايه؟ تقول له والله الصور ديت والحاجات ديت جميله جدا. هو حضرتك شايف ان الحاجات ديت بتخلي الاطفال يبقوا مبسوطين وهم داخلين العياده؟ لان انا اعرف ان الاطفال بيخافوا من الاطباء وكده، ومن الحقن ومن الكلام ده. شايف انت بتعمل ايه معاه؟ انت خلاص انت بتكسر الحاجز النفسي. انا عمال اكلمه في حاجات قبل ما ادخل في التفاصيل اللي انا جاي اكلمه عليها، او انا هبيع له حاجه او هشتري منه حاجه او حتى بكشف عنده. طب انت، ما انا بقول لك اهو بقى، الموضوع هنا في الحاجز النفسي دوت، ده حتى في الاسلوب الشخصي. يعني مع اي حد في الدنيا بقى، اي حد بتقابله لاول مره، مش شرط بتبيع له حاجه بس او بتشتري منه حاجه بس، لا ده مع اي حد في الدنيا. عشان كده بقول لك النقطه ديت مهمه. تمام كده؟ تمام كده. فانا لازم اكسر الحاجز النفسي. حضرتك داخل على اتش ار برضه نفس الموضوع، حاول تكسر على قد ما تقدر الحاجز النفسي. الله، الكورس دوت شكله كويس جدا. انا عندي واحد منه على فكره، علشان برضه يعني بظبط في الشغل وبقعد على اللابتوب كتير، فبجيب كورس منه، فبصراحه مريح جدا. بسم الله ما شاء الله. القميص بتاع حضرتك ده انا عندي واحد زيه بالظبط. يعني مثلا كذا حد عملها قبل كده برضه، يعني دي حته مشهوره قوي. يقول لك القميص دوت اللي حضرتك لابسه ده انا عندي واحد زيه بالظبط. انت فاهم؟ بيحاول يكسر الحاجز النفسي عشان انت تتكلم. يقول لك مثلا ايه، لو انت مثلا رايح تشتري اي حاجه، يقول لك مثلا ايه، مثلا هو انت خريج ايه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. او يقول لك مثلا انا شبهك وخدت كورسات برضه وطورت نفسي في الحته الفلانيه. ده قبل ما بيدخل يعمل ايه؟ فاهم الفكره؟ قبل ما يبيع وقبل ما يكشف عليك وقبل ما انت تشتري وقبل ما تعمل اي حاجه في الدنيا، بتحاول تكسر الحاجز النفسي. تمام؟ وده طبعا بينطبق، احنا ما فيش قاعده هناخدها يا شباب بتنطبق على نسبه 100% من الناس. ما فيش قاعده في الحياه تنطبق على نسبه 100% من الناس، ولكن معظم القواعد اللي انا هديها لك تتعامل بيها، تمام، ديت بتتناسب على النسبه الاكبر من الناس. يعني قول مثلا نسبه 90% او في الحدود دي. هتلاقي 10% مش مناسب معاهم الطريقه دي. فاحنا هنمشي في البدايه على الاغلبيه العظمى. هنمشي في البدايه على الاغلبيه الايه العظمى. الطريقه دي تنفع مع اغلبيه الناس. عشان كده انا هستخدمها في البدايه. طبعا لما ندخل في نتعمق اكتر واكتر اكتر واكتر، هتعرف بقى تفاصيل اكتر، ولكن انا دلوقتي مش عايز اطول معاك علشان ما نملش، وفي نفس الوقت علشان ايه، تاخد ايه حاجات مفيده كده، تحس ان انت انجزت شويه حاجات. ما ننساش بس اهم حاجه، نصلي على النبي. واشوفك المره الجايه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.